تعالي أقولك الحقيقة في وشي، عصبيتك وتوترك في رمضان مش نتيجة للجوع أو قلة الكافيين، لكن بيكون معظمه من غضب لسه شايلاه جواكي من أحداث أو ناس ضايقوكي، ويمكن تكوني هتشوفيهم أكتر في رمضان. أنا هبة فوزي NLP لايف كوتش ومؤسسة نادي ان ايجيبشن جير، ودي سلسلة فيديوهات قبل رمضان اللي بنجهزك فيها على رمضان زي ما انت بتجهزي البيت كله. وفي الفيديو ده هخليكي تطلعي شحنة الغضب اللي جواكي عشان تعرفي تسامحي قبل رمضان وتخشي بقلب هادي مليان سلام. اكتبي الحدث او الشخص اللي مضايقك، واكتبي انا مش موافقة على الحدث ده ولا عاجبني اللي حصل او رد فعلي، بس مش هشيله معايا في رمضان. وعلشان تعرفي تعملي ده افتكري التالي: مش هم المستفيدين اطلاقا من انك تسامحي، لكن انت وبس اللي هتستفيدي. واعرفي دايما ان في حكمة للي بيحصل، وان ربنا خلانا رسل في حياة بعض، فهم جم مش بس يضايقوكي، لا عشان يعلموكي درس او يوصلوا لك رسالة. وعلشان تعرفيها اسألي نفسك ليه الموقف ده ضايقني او ليه اتصرفت بالشكل ده، واعرفي ممكن يكون رد فعلك ازاي علشان ما تتضايقيش تاني. بالطريقة دي هتكوني فكيتي اللي معلقك بالغضب ده، وهتعرفي تسمحي له انه يرحل. وهنتكلم اكتر عن التسامح وحقيقته وازاي تعمليه في رمضان. فسامحي عشان تخشي بقلب هادي وخفيف، وافتكري ان القلب المشحون ما بيعرفش يهدى ويعبط صح، لان الغضب ده معناه ان انت لسه شايفة ان ده ظلم ليك، وان ربنا سابك تتظلمي عادي، مش كان هدفه انه يعلمك او يطلع منك نسخة بشخصية اقوى. فسيبي الحمل قبل رمضان، وما تنسيش تتابعي عشان هنا هنبني سوا النسخة او الشخصية اللي قادرة تخلق الحياة اللي طول عمرك بتتمنيها، مش اللي بتتفرض عليكي. وبس خلاص.